مفيش حد مفيش تمرينه ليه مناسبه. يعني الناس اللي بتقول مثلا انا ما بحبش الجيم انا ممكن العب سباحه، الناس اللي بتقول انا ما بحبش السباحه ممكن العب يوجا. مفيش حد ولا نوع من انواع التمرين مش هيكون مناسب ليه. مناسب بمعنى ايه؟ مناسب بمعنى ان انا ابقى حابه، لان انا لو كاره الموضوع خالص مش مفروض على فكره ان الموضوع يكون ممتع زي الفرجه على التلفزيون. ده اكسبكتيشن مش منطقي، ده توقع مش منطقي. بس المفروض برضو ان انا ما بقاش حاسس ان انا بتعذب وبموت ومش طايق نفسي وانا بعمله. فلو انا مثلا جربت تمرينه، جربت السباحه ما حبيتهاش، اجرب تمرينه تانية مختلفه خالص، اجرب اليوجا، اجرب جمباز، اجرب اي حاجه. المهم ان مفيش حد مفيش تمرينه ماشيه عليه. لو انا بقى عندي استعداد ان انا اعمل الحاجه الافيد، سواء انا حاببها او مش حاببها، اعمل ايه؟ اعمل تمارين مقاومه. تمارين مقاومه يعني تمارين بتعمل حمل على العضله، يا اما باوزان، يا اما بوزن الجسم، يا اما بريزيستنس باند الاساتيك.